رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. ام اسلام جايه تقول لكم في الله بحبكم. جايه تورينا ايه ام اسلام؟ عملت حبه فطير عاملين في بوكس دارس في طبعا الشغل بنات، خلينا نبقى زي الدببه بقى، تعجبكم بجد بجد روعه الروعه. هنسمي الله ونصلي على نتفرج على الفطير واللي حذفيه. بصوا بس الاول شوفوا الجمال اتعمل ازاي. استني بس، بصوا الفطيره يا ولاد ما شاء الله. طبعا انت بتجيبي الفطيره من بره تتضرب في الحته ترجع لك تاني وتحس ان هي زي البلاستيك، مش حلوه خالص خالص. بصوا ما شاء دي جميله جدا. طبعا انا قطعت منها اهيت عشان كنت هدي قنوش اهي. بص طريه جميله جدا. ونص كيلو، انا عامله كيلو الا ربع. طبعا في 2 في الفرن وادي ما شاء الله جميله. بص بقى، بس عايزه اوريكم العسل، اوريكم العسل وجماله يا ولاد. الله 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 يا ام مسلم، ادي العسل وحلاوته، ادي العسل وجماله. بجبنه تكليب، اوعي تنقطع الفطير، بجبنه تكليب عسل تكليب. انت ست الستات وتعملي احسن من اي حد. بص بقى مليون لايك. لا 20 لايك. لا احنا كده هنضرب بقى. هنقول لهم ايه؟ سموا الله وصلوا على الرسول وخشوا اتفرجوا على الفطير من طقطقه. السلام عليكم. كميه حلوه جدا موفره. نص كيلو تعمليها لاولادك، عايزه تحفظيه في الفريزر بتحطيه في كيس بلاستيك وتعنيه في الفريزر وتطلعيه قبل الاكل بنص ساعه، تسخنيه في الميكروويف، تسخنيه في الفرن، في اي حاجه يبقى زي الفل باذن الله من ايديك. لا ونصلي على الرسول نشوفوا مسلم عملت الطعمه دي ازاي. يلا خشوا برجلكم اليمين وحطوا اللايك فضلا وليس امرا. حلفتكم بالله العلي العظيم تحطوا اللايك قوي. السلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. بصوا على الجمال والحلاوه. انا هنا عندي نص كيلو حابه من السمك، يعني هنقول ايه 700 جرام او كيلو الا ربع. ماشي ركزوا بس، كيلو الا ربع. هنقول كيلو الا ربع دوت. هنشوف يعمل معانا فطير قد ايه. طبعا لما باجي اعمل فطير انا ببقى نص بس. عندي حبه دي باقيين هنا ما بركنهمش. انا بحب ايه لو عندي حبايبي كده بلبهم في كيس ومحطهم استنفع بيهم. هنا رحت كان عندي حبه باقيين من السمك ونص كيلو صافي. هنا عندي اكياس برده بيكنج اللي هو كيك شيف، كل كيس فيه حبه صغيرين زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بقفلهم حلو قوي قوي. إيه ما بقى يعني ايه عشان ما يخشلهمش رطوبه من التلاجه. بكون عايزه اعمل بانيه، اعمل كفته، اعمل اي حاجه الحاجات دي بتنفعني. هنا ما شاء الله حطيت كده بيكنج باودر واحط ايه زي ما انتم شايفين. يعني ربع معلقه ملح من الصغير من الكبير. ربع معلقه ملح ليه بقى؟ عشان احنا مش عايزين نحدقه، عشان هناكله بعسل وممكن تاكليه بجبنه. ما شاء الله هو فاهم. هنا عندي كوبايه ميه من الحنفيه ولا سخنه ولا اي حاجه. هحط فيها سكر. ليه دوبتيها في الميه مسلم؟ عشان السكر ما يبقى حصون ويخرز في العجينه. اهم حاجه دوب السكر حلو ما يبقاش مخرز. طبعا في ناس هتسالني يا مسلم كميه الميه قد ايه؟ طبعا كميتها على حسب نوع الدقيق. مش هقول لك مج، مش هقول لك مج ونص، بس انا هقول لك خد مني انا قد ايه. بس انت تبقى عارفه ان ممكن ياخد منك ازيد وياخد منك اقل. بس يا حبايب قلبي اللهم بارك اهو زي ما انتم شايفين قلبتها. وهنا هقلب الدقيق من فوق لتحت كده مع البيكنج باودر والملح عشان ميبقاش في حته وحته. وطبعا معلقه سحريه قوي 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 ما بتبانش في المعاد بس بتدي نتيجه قويه جدا وجميله جدا. هي ام اسلام هوريها لكم دلوقتي. صلوا على الحبيب المصطفى. عشان دي معلقه خل يا مسلم. هتبان في العجينه يا مسلم؟ لا والله ما هتبان يا اختي، جربيها والتجربه خير دليل. اهو كوبايه الميه هننزل حبه حبه. هفضل اقلب. طبعا انا عندي سباتيولا بس مش عايزه ايه اوقف الفيديو وادور عليها يعني. بارك لان انا كده بشتغل بايدي. ايدك طبعا بتحس العجين طريه ناشفه. انا خلينا ايه خلينا بايدينا كده عشان ايه طولت جوع. بالمج دي الف فيها. هنا برضو معروف ان هيقعد مني ثواني. انا مليت مج تاني حطيت نص. انا حطيت كام يا اولاد؟ مج ونص ميه. تابعوا معايا عشان ما نزودش الميه والعجينه تطرى منك وما تعرفيش تلميها. اهم حاجه السواء فيها. اللهم صل وسلم وبارك يا حبيبي رسول الله. بصوا محتاجه ميه بس بتحكي عشان اعرف انت لما تلاقي العلمت مني كده عايزه برضو باقي المج احط ربع بس كده. خلاص كده انا هلم الاول وبعدين احكم هشوف هتعمل ايه. طلبت مني خير وبركه، ما طلبتش المهم ما تخليش العجينه. هنا بقى يا قلبي لميتها من الطبق ما فيهاش فيها دقيق. هنزل على الرخامه عشان اتملك فيها العجين. خدت مني كام ميه؟ خدت مني مجين الا ربع. الكيلو الا ربع خد مجين الا ربع.
ما شاء الله هتملي الدنيا خير. وده حاجات جميله جدا وموفره للعشاء. عندك جبنه، عندك تفردي فيها مربى. الاطفال بيحبوا الشيبسي مع الفطير. يعني الفطير ما شاء الله، يعني ما فيش غنى عنه في البيت. وممكن تحفظيه يا حبيبتي ازاي؟ في الفريزر، في كيس، تحطي كل واحده ولا كل اتنين في كيس. هفضل اعجن فيها لا يقل عن 10 دقايق. طبعا مش هطول عليكم الفيديو. هقفله. بصوا حبايب قلبي اهي. معلش، كنت ايه بركز في العجين. لما بعمل عجين بركز فيه، فما كنتش مركزه بصراحه في ان انا شغلت التليفون. بصوا حبايب قلبي اهي، ناعمه اهي وجميله. طبعا نتيجه العجين حلوه، المعجنات كلها تعجنيها حلو تديكي نتيجه زي الفل اهي. طبعا مش ما بنخليهاش ترتاح ولا حاجه. بالظبط 5 دقايق الم بقى المطبخ بتاعي واحضر واجيب السنان اقطع فيها وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله العجينه ارتاحت اهي زي ما انتم شايفين. هقطعها كور صغيره عشان نبتدي نعمل فطير. بعمل فطير مش اللي هو الصغير، فطير الافران، عشان لانش بوكس والمدارس بقى الله يعين الاهالي على اللي هي فيه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا احنا بنقطعها كور كده اشد من الليمونه شويه اهي اهي. وشها ناعم جدا العجينه وجميله جدا. يعني ما شاء الله، ما العجن كويس جدا في الفطير، ما بيخليهاش تقطع معاكي، ويخليكي وانت بتفرديها حتى ملمسها ناعم. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. اللي ما بيعرفش يقطع التقطيعه دي بيقطع كوره كده اهو اهي، ويعملها كده كده كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اهو بصوا كده واهو كده، وندلكها ونحطها كده اهو. طبعا على حسب ما انت بتعملي، لكن انا عشان متعوده بعمل الرق، بعمل الفطير، بعمل كده، بعمل العيش. فدي بقى تعويده انا متعوداها يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا عايزين بصوا يا حبايبي ام اسلام، انا قطعت اهوت الفطير هنا 3 3 3 3، بمعنى قطعوا 12 كوره في 2 هيبقى 6 فطاير. 6 فطاير بنص كيلو دقيق او كيلو الا ربع دقيق. بجد عظمه، عظمه العظمه بامان. طبعا بعد التقطيع ايه يا ام اسلام هنعمله؟ دهنه زيت بسيطه كده عشان العجين ما يعملش قشره. احنا عندنا بالبلدي بنقول يقشف يعني. فاحنا بدل ما يعمل قشره وتيجي تفرديه هيتعبك في الفرد. بصوا كده بنبل بس الوش ونسيبها برضو ترتاح 10 دقايق. ما لو اشتغلتي فيها وهي كده لسه هتمط منك وهترجع تاني، مش هتنفع يعني، هتمط منك، مش هتعرفي تفرديها حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اهو زي ما انتم شايفين هغطيها طبعا باكياس بلاستيك. انتوا عارفين ان انا عامله فوطه بغطي بيها العجين زي كده، بس انا هتبقى طبعا زيت ماشي كده اهو. غطيها حلو ما تخليش الهواء يوصل لها. طبعا احنا الجو شتاء هتبرد منك ولا حاجه، هيحصل لها ايه؟ هتعمل قشره. تيجي تبططيها الفطيره هتبقى شكلها مش عاطفي. واحنا عندنا مبدأ العين بتاكل ايه؟ قبل البوق. نسيبها ترتاح 10 دقايق. واحنا عندي بقى مكون حلو قوي قوي هيضاعف الزبده دي. شفتوا الزبده دي؟ طبعا دي الزبده الصفراء اللي متواجده في اي سوبر ماركت. مش هقول لك نيوزيلندي، مش هقول لك، هي زبده جميله جدا بس بدرجه حراره المطبخ. هنحط عليها معلقتين نشا اللي هي ام اسلام هتشوفي دلوقتي. بتخلي طبقات الفطير مورقه، وبتخلي لك كمان اللهم بارك الزبده وانت بتضربيها تزيد معاكي ما شاء الله اهي. طبعا انت في ناس بتحب تزود على الفطير زيت، ما بتزوديش في الوقت ده. بعد ما تضربي السمنه خالص عايزه تزودي زودي براحتك خالص. ما عندكيش زبده اعملي بسمنه علب العاديه. احنا طبعا وصفاتنا اقتصاديه على قد الايد، مش عايزين نصعبها على نفسنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يلا حبايب قلبي كله يصلي على الحبيب المصطفى عشان ربنا يبارك لنا في الفيديو بتاعنا. طبعا احنا هنا ما نقدرش نضرب بمضرب يدوي ولا حاجه، هنلاقي المطبخ كله اتعفر من النشا. طبعا لازم نشبع النشا الاول، نشبع النشا كده اهوت عشان ما تطرش منه، بعد كده نضرب براحتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اه يا حبايب قلبي شايفين طبعا بشوكه بقى، يعني مش هنقول عندها مضرب
واللي ما عندهاش مضرب يدوي براحتك خالص. أهي. طبعا انتوا شايفين ان هي اصلا من قبل ما اضرب الكميه بتاعتها زايده، يعني انتوا لو في مكاني هنا هتشوفوا. استنى اوريكم بس بالمضرب اهو، هوقع الدنيا. استنى دي كده كده هشيل بيها. بصوا حبايب قلب المسلم اهو، كل ما تضربي بتزيد معاكي. يعني هتقولي ولا دجل ولا شعوذه، هي كده النشا بتدخل الهواء في قلب الزبده وبتخليها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هشه. جامد بقى جامد، ولونها حتى بيتغير اهو قدامكم جامد. طبعا اللي معايا وانا لسه الزبده، شايفين الزبده كانت قد ايه؟ شايفين دي قد ايه؟ محدش يقول يا مسلمه انت بتقولي كلام وخلاص، انا ما بقولش كلام وخلاص، حاجات متجربه اهي وسهله وبسيطه. ده فطير ال10 دقايق، كمان ممكن تسويه في الطاسه، ما بيعملش معاكي في الطاسه لو ما عندكيش فرن، لو فرنك بايظ. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو، ما شاء الله اللهم بارك اهو. طبعا هننضف الزبده كده، ما نخليش كل الزبده في قلب المضرب. بصوا حبايب قلبي، احنا الزبده اتضاعفت اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، وهنشتغل بيها بقى درجه حراره المضرب. هنا هحط على الرخامه شويه زيت كده عشان اعرف افرد ايه العجينه اهي. عندك صينيه لو مش عايز تعملي على الرخامه براحتك خالص. هاخد اتنين. طبعا العجينه بصوا ما شاء الله ارتاحت زي الفل اهي. هعمل ايه بقى زي ما انتم شايفين عشان ما حدش يقول يا مسلمه بتعمل ايه اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك. دي طريقه جميله جدا. طبعا انا عارف ام اسلام مش دي طريقتي، مش دي طريقتي كتير. بصوا هنا الصينيه بس عشان العجينه ما شاء الله طريه مش مستحمله. بصوا اهي زي ما انتم شايفين، هندهن بين كل اتنين بس اهي ما شاء الله اهو، خليهم على بعض كده. طبعا استنوا بس انا عايزه اعملها لكم. هنحط هنا في صينيه هندهن فيها دهنه زيت اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ونريح العجينه. ممكن تحطيها على الرخامه بس انا عشان تظهر لكم بس اهي. بصوا كده اهي شايفينها اهي، واغطيها برده كيس بلاستيك، وهعمل كل الكميه بنفس الطريقه اهي كده. بس انا عشان ايدي فيها زبده مش عايزاها ايه تتعوز اهي. هعمل معاكم واحده تاني واكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني زي ما انتم شايفين اهي. شايفين طبعا بنحط في الجوانب كلها، بحرك بايدي عشان المعلقه لو مش ايه مش مساعداني يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هاخد تاني واحده قد اهي، طبعا العجين كله قد بعض اهي. دي بتسهل معاكي بقى ان العجين بيرتاح مع السمنه، تيجي تفرديه تاني ما شاء الله اللهم بارك. ما اقولكيش هتجربيها وخلي بالك مش عويصه، ما حدش يقول ايه الغلبه دي، لا بتسهل معاكي كتير قوي اهي. مش كده، وهحطها برده في الصينيه ترتاح. اخلص الكميه كلها عشان ما اطولش الفيديو وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي، طبعا انا حاطه زيت على الرخامه وبفرد كده زي ما انتم شايفين اهو، باخد من جوه لبره كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول اهو. شايفين كده زي ما انتم شايفين اهي. يا عم عماد تسلم ايدك. المفروض تسلم ايدك يا ام اسلام عشان انت بتعملي الفطير. اللهم صل وسلم. تسلموا تسلموا من كل سوء يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بصوا حبايب قلبي حاجه كتير عشان بحب الفطير. ايوه كبسوا كتير تاكلوا فطير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اللي متابعيني عارفين ان دي طريقه غير اللي بعملها للفطير، طريقه جديده جدا وسهله وموفره، ما بتستهلكش منك سمنه. لفيناها كده وهنسيبها ترتاح وهلم جرب، ناخد من اول واحده لحد ما نخلص العجين كله زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش عايزه، طبعا انا اللي معايا انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. بصوا شايفين بعمل معاكم واحده تانيه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. تحط صح ببل ايدي بس كده اهو، بس اهم حاجه تتكي على الحروف. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك. مش عايزين الحروف تخينه، عشان لو الحروف تخينه مش هيقب منك. اه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي. انا بقول يعني لو اتقطعت معاكي مش اشكال اهو. انت كده كده هتلفيها اكتر من طبقه اهو، عشان انا فرداها اكتر من اللازم. طبعا انتوا شفتوا معايا وانا بقطع ان الكور صغننه جدا اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك. ونجيب التانية عليها كده زي ما انتم شايفين اهي. اكتر من طريقه انا بعمل الفطير، من اكتر من طريقه. طبعا اللي متابعني عارف، اللي بلاقيها سهله بعملها لكم عشان تشوفوها وتعملوها، ما بقاش قدامنا عقبه ونقول ده دي صعبه او لا. ما فيش صعب، عشان خاطر ولادك ياكلوا حاجه نظيفه وتظبطي امورك وتوفري وتدبري. ما فيش صعب عليكي. انت كده كده قاعده بترغي وتقعدي قدام النت وتتفرجي على الفيديوهات والتمثيليات. لا اهو ما شاء الله. هسيبها بقى ترتاح وابتدي ايه افردها. اوعي تفرديها قبل ما ترتاح لا تقطع منك. هنا قبل ما افرد بقى العجين عبال ما يرتاح اصب من الرخامه مطرح السمنه زي ما انتم شايفين كده. ماشي كده ماشي عاديه. ولعت الفرن طبعا يسخن، ما تحطيش الفطيره اللي على فرن سخن. ما شاء الله اللهم بارك كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا عندي قشطه لبن، وش اللبن زي ما انتم عارفين. احط عليها معلقه زبده اهي، طبعا شايفينها اهي الزبده اللي انا شغاله بيها، واقلبها كده. طبعا في ناس بتحب البيض ده على وش الفطير، انا ما بحبوش عشان ريحه الزفاره. انت بتحبيه حطي اي حاجه بتحبيها حطي، ومالكيش دعوه باي حد اهو زي الفل. وهيبقى معاكي صراحه هيطلع احسن حاجه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا لما بنيجي نعمل بنعمل ايه؟ بناخد اول واحده، اول واحده ابتدينا فيها اهي، نحطها فين اهي الصينيه. الصينيه الفرن سخن طبعا، واحنا هنا بنفرد الفطير اهو. لقيتيها ما اتفردتش معاكي ما تضغطيش عليها اهي. وطبعا احنا مش عايزينها رقيقه عشان تقبي معاكي اهو. طبعا شايفينها اهي ما شاء الله. هجيب صواني كتير عشان اعمل بقى ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده اهي كده. واجيب صينيه تاني. او انا عايز ايه العجين ده استغل الصواني ليه بقى؟ عشان ما اعملش مواعين اكتر من المواعين اللي اتعملت اهو. عندي واحده اهي. طبعا انا عندي صاجات هطلعها هعمل فيها اتنينات احسن من الصواني كمان. ما شاء الله اهي. طبعا فطير صغير كده، فطير الافران جميل جدا وموفر. لو عندك اطفال بتحط لهم في اللانش بوكس ما شاء الله زي السندوتشات، هيقوموا الصبح يفطروا قبل ما يروحوا المدرسه او يروحوا الحضانه. حاجه كده جميله بصراحه. ومعلقه القشطه كمان بتدي للفطيره قيمه غذائيه وبتخليكي اكنك لو انت عاملاها حتى بزيت او بسمنه علب بتخليها اكنها بسمنه بلدي. كفايه الريحه بتاعتها بصراحه. بصي يا حبايب قلبي فردها بالقشطه اهي. طبعا انا سايبه الفرن يسخن براحته خالص، مش هستعجل عليه. لولا الاقي الفرن سخن اللي احط. عندك فرن بوتاجاز حطي، ما عندكيش وفرنك مش حلو بينشف اللهم بارك اعملي على عين البوتاجاز في طاسه كده تولعي عليها النار وتدهنيها دهنه زيت وتخليها تسخن قوي، وتنزلي بالفطيره بس تكوني مبططاها كده، وتنزلي وانت بتحطيها وهي سخنه كده تعملي تفردي عشان ما تكلكعش منك، ما تبقاش جنب وجنب زي ما انت شايفه كده. يلا ادخلهم الفرن ونرجع تاني. بصوا هنا ما شاء الله اللهم بارك. فردت اهو في الصاجات. الصاجات دي جميله جدا يا ولاد. بصوا ما شاء الله يمكن احلى من الصواني الالومنيوم، خفيفه جدا وبتستوي بسرعه. فرد بقى اسخن الفرن وارص واحده واحده كده واطلعه. طبعا بتحطي بحط تحت شويه بتاع 3 دقايق واطلعه على الشبكه عشان القعر يحمر، وهكذا وهكذا لحد ما اخلص ونشوف هيوصل لحد فين.
انا رجعت لكم بقى بعد ما سويت الفطير الجميل اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الافران، واعملوا لايك اعملوا لايك واشتراك على عشان الجرس على كلمه الكل عشان عشان يوصل لكم كل جميل. ادي فطير، بصوا لو فطير زبده يا ولاد اهو ما عشان شاء لو الله. عجبكم اعملوا لايك كتير. اعملوا لايكات كتير وهوريكم بصوا التوريقه بتاعته خراب. بصوا التوريقه. الله. اللهم صل على النبي. بصوا ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. يا رب بس الفيديو يعجبكم تعملوا لايك وشير وشير الفيديو لاكبر عدد عشان يوصلكم منه كل جديد. حاجه كده فاخر من الاخر. يلا اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى عشان اوريكي. لا